اهلا بيكم في قناة مع منى. هتكلم النهارده عن الاعلام الكبير عمرو اديب. عايزين تعرفوا كلامه وبيقول ايه؟ خليكم معايا. وقبل ما اتكلم يا ريت اللي مشتركش في القناة يشترك ويعمل لايك وشير وتفعيل الجرس علشان اي محتوى جديد اعمله يوصل لكم، ولايك وشير وكومنت عشان القناة تنتشر والناس تشوفها اكتر. يا ريت متنسوش. ايه حكاية عمرو اديب؟ كان بيتكلم في حلقة لسه قريبة من أسبوعين تقريبا عن اللاجئين في مصر، إن كان فيه هاشتاج بيتكلم عن ترحيل اللاجئين. انتوا عارفين عمرو أديب خد الجنسية السعودية، فبيتكلم عن اللاجئين في مصر، وكان بيقول ازاي اللاجئين تقولوا يعني مستغرب عن الهاشتاج، وبيتكلم عن ان هيروحوا فين اللاجئين، هيروحوا فين يعني هنرميهم البحر، هنوديهم فين. وقال إن الأجانب اللي هنا في مصر دول مقيمين ومش لاجئين ولكنهم مقيمين. وقال إن المصريين يعني بيقارن اللاجئين بالمصريين، بيقول المصريين هو مصريين في برا، يعني اللي عايشين برا في أمريكا وإنجلترا وفرنسا وفي الخليج، دول مقيمين مش لاجئين. دي الحلقة الجديدة اللي من أسبوعين. أما الحلقة القديمة كانت في أول 6 السنة اللي فاتت 2023. حلقة قديمة كان بيتكلم عن اللاجئين برضو، بس كلامه كان مختلف خالص عن الحلقة الجديدة. كان بيقول ايه؟ ان مصر خدت كان وقتها كان حرب السودان كان شهر 4، والكلام كان في شهر 6، وكان دخلوا لاجئين 250,000 سوداني في شهر. فكان بيتكلم عن ان هما دخلوا في شهر، اللاجئين يعني دخلوا في شهر سودانيين، وقال ان اللاجئين كتير عندنا في مصر كان 9 مليون وقتها، في واحنا عندنا ظروف اقتصادية في مصر. ده كل ده كلام. وقال ان احنا عندنا مشكلة وأزمة اقتصادية، ومصر ما بتطلبش حاجة من العالم، ولازم ايه مصر تطلب يعني فلوس من ايه من العالم وكده. وقال ان تركيا عندها 4.5 لاجئ، منهم 3 مليون سوري، 1.5 من الجنسيات التانية. وقال ان اردوغان انه بيتكلم عن الاتحاد الاوروبي، وانه خد فلوس من الاتحاد الاوروبي علشان ما يهجرش اللاجئين اللي عنده، كان بيهددهم يعني. بيقول مصر ما بتعملش كده. هو مستغرب مصر ليه ما بتعملش كده، هو عايز مصر تقلد تركيا وتقلد اردوغان. وقال لازم مصر تعمل كده زيهم عشان احنا عندنا أزمة اقتصادية، ومصر ما تستحملش اللاجئين، وإيطاليا ده حتى إيطاليا واليونان وأمريكا مش مستحملة اللاجئين بتاعتها. فده كل ده كلام الحلقة القديمة بتاعته. فهتلاقي اختلاف كبير ما بين الحلقة الجديدة وحلقة القديمة. فأنا مستغربة ان هو قارن في الحلقة الجديدة اللي هو قالها، قارن ما بين المصري واللاجئ. وانا بقول المصري مش لاجئ. المصري بيروح دولة عربية أو دولة أجنبية، بيروح كدراسة أو كعقد مثلا عمل معين، بيروح السنين دي وخلاص وبيرجع مصر تاني، مش لاجئ، عمره ما يبقى لاجئ. أما لو اتكلمنا عن الهجرة غير شرعية، في هجرة غير شرعية صح، مصريين بيروحوا ليبيا ساعات، عدد قليل مش كتير، وبيترحلوا يعني من ليبيا وترحلوا فعلا، يعني عشان طبعا بيروحوا من غير ورق ومن غير حاجة، ده غلط. فهو ده اللي بنقوله، يعني هو ده اللي بنقوله. في مصريين كتير في السعودية وفي الكويت بيشتغلوا برضو بعقد معين وكده، ولكن ساعات بيبقى الورق بتاعهم انتهى، العقد انتهى خلاص، فبيمشوهم من هناك من السعودية أو الكويت. يعني الكلام ده حصل معانا. لما يبقى الورق خلص خلاص، العقد خلص خلاص، بيمشوا أي مصري في السعودية أو في الكويت أو أي بلد تانية، فبيمشوا بيرحلوهم لبلدهم، وده حاجة طبيعية عشان العقد خلص. يعني في دول كتير مش مستحملة اللاجئين، واحنا كمان كعدد كبير. دخلوا امتى؟ دخلوا أيام الفوضى، أيام الثورة في 25 يناير في 2011. في كتير من الجنسيات دخلوا من غير ورق ولا أي حاجة. وده احنا عايزين تقنين، بس تقنين اللاجئين اللي في مصر.
عشان في يعني في لاجئين كتير في مصر، انتوا عارفين العدد. بيخشوا عادي في مدارس وجامعات عندنا على فكرة ببلاش، اللاجئين كلهم كده. بيسكنوا وبيستهلكوا كهرباء ومية وأغذية. المية عندنا انتوا عارفين المية ناقصة عندنا، مش مكفية مصريين أصلا. احنا عندنا سكان كبير، عدد سكان كبير، عندنا 100,000,005. وعندنا كمان مواليد كل سنة 2,500,000 مولود كل سنة. كل دي ايه عايزين ايه؟ عايزة موارد، عايزين توفير موارد ليهم. عدد اللاجئين الرسمي الدولة اللي بتقوله 9,500,000، ولكن العدد يعني تقريبا يا 15,000,000 يا 20,000,000. في ناس يعني بتقول كده، على اساس يعني في ناس بتخش متهربة من غير ورق ولا حاجة، مش محسوبة. انا بقول لأي ضيف او لاجئ في مصر وظروف بلاده اتحسنت لازم يرجع بلده عشان يعمرها. والسودان لما كمان تهدى الحرب اللي فيها والظروف في البلد تبقى كويسة ان شاء الله يرجعوا ويعمروا البلد. السودان دي بقول السودان لو اتوحدوا واشتغلوا بجد هتكون دولة غنية، عندها أرض خصبة كبيرة جدا، عندها مياه متوفرة، عندها دهب، وعندها موارد حلوة، يعني دولة كبيرة هتبقى دولة غنية. سوريا برضو كمان لو اتوحدوا الطوائف اللي عندها كتيرة دي هتبقى برضو دولة كويسة ودولة حاجة تانية خالص. مصر ما بتطردش حد، ولكن هي عايزة بتقنن الموجودين بالورق بتاعهم. لازم يكون موجود عند كل شخص أجنبي أو لاجئ، يعني في أي بلد لازم يكون عندهم ورق. فإحنا بنقنن زي أي دولة تانية بالظبط. إحنا عندنا جنسيات كتير، عندنا 62 جنسية في مصر لاجئين، وغير كمان عرب. في من أفريقيا كتير، عدد من أفريقيا كتيرة جدا. عندنا من السودان ومن سوريا ومن جنوب السودان ومن أريتريا ومن أثيوبيا واليمن والصومال والعراق، وفي بقول دول كتير من أفريقيا، عدد كبير. أكبر عدد لاجئين في التاريخ مصر كله الأيام دي. بنقدم لهم علاج مجاني وبنساعدهم، الحكومة بتساعدهم، والشعب نفسه كان بيقدم مساعدات كتير جدا، من ملابس ومن أغذية ومن مساكن لناس مش قادرة. كان في ناس مش قادرة فعلا تدفع حاجة، معهمش حاجة خالص، فكنا بنساعدهم. في بقى فيديوهات يعني ناس يعني عاملين فيديوهات من اللاجئين وكده، بيقولوا احنا اللي عملنا مشاريع لمصر، واحنا اللي نشطنا الصناعة، واحنا اللي عملنا حلينا المشاكل عندهم في الصناعة. والحقيقة الحقيقة ان احنا بقينا في أزمة اقتصادية كبيرة، ان في ناس فجأة جم علينا لاجئين. اللاجئين عددهم يجي 5 أو 6 دول أوروبية أو خليجية، عدد كبير، عدد كأنها دول، مش لاجئين عدد بسيط عشان نسكت، لا، عدد كبير جدا مفيش أي دولة تستحمله. كمان في فيديو تاني كان فيديو واحد سوري بيتكلم بيقول حلايب دي ناخدها ونسميها حبايب، وإيه كمان، ونعيش بقى سوريين، بس سوريين يخلوها المدينة دي بتاعتهم وتبقى مدينة الحبايب السورية. هما بيحبوش الاختلاط، عايزين يعيشوا لوحدهم، ما اعرفش ايه السبب يعني. طب ما دام هم عايزين يعيشوا مع نفسهم كده، طب ما يروحوا بلدهم ويبقوا سوريين مع بعض. يعني فيديو غريب بصراحة وضايقني. شفت ناس من اللاجئين بيشتروا في محل، يعني عايز ياخد حاجات بخصم كبير جدا، محل صغير كده ولا بتاع، والمصريين بيتعاطفوا، يعني صاحب المحل بيتعاطف معاهم مع اللاجئين وكده، وبيدي مثلا اي حاجة بقى، المحل مثلا خضار، محل فاكهة، محل سوبر ماركت بتاع يعني بيدوله خصم كبير عشان اجنبي وكده ولاجئ.
اللي هم بيقولوا ان احنا معانا فلوس، ان احنا اللي معيشين، احنا اللي عايشين بفلوسنا، واحنا اللي عملنا الاقتصاد بتاعهم. اقتصاد ايه ده؟ احنا في ازمة اقتصادية كبيرة. مش عارفة. وكمان سمعت ان اللاجئين، في عدد من اللاجئين كتير بيهربوا دولارات وشغالين في السوق السوداء في مصر، ودي طبعا دي حاجة مضرة لمصر طبعا، اقتصادها مش ناقص. كمان عدد كبير من اللاجئين بيسكنوا في شقة وغلوا الشقق، فكذا عيلة مثلا بتاخد شقة، فبيخلوا الإيجار يعني بيخلوا الإيجار عالي على المصري، فصاحب البيت فبيختار مين اللاجئين أكتر، عشان بيدفعوا أكتر من المصري، عشان هما كذا عيلة في بعض. فغلوا الشقق طبعا كتير جدا، دي مشكلة كبيرة طبعا في مصر هنا. ورب احمي مصر، ورب احفظ مصر. وبكده الحلقة خلصت، واستنى تعليقاتكم. ويا ريت تشوفوا الحلقات القديمة، وتستنوني في حلقات جديدة، وتشتركوا في القناة أهم حاجة، وتعملوا لايك وشير وتفعيل جرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.